كان في عالم لبناني اسمه حسن كامل الصباح. اتولد في مدينة النبطية، والناس سموه إديسون العرب وفتى العلم. الراجل ده كان مولع بالرياضيات والفيزياء، وبعد ما خلص خدمته في الجيش العثماني سافر أمريكا يدرس هندسة. هناك بقى مشرف على قسم المخترعات، وسجل أكتر من 76 اختراع في 13 دولة زي أمريكا، كندا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا واليابان. من أهم اختراعاته جهاز بيحول أشعة الشمس لطاقة كهرباء سنة 1930، أجهزة للتلفزيون والراديو تخليك تسمع الصوت وتشوف الصورة في نفس الوقت، اختراعات في هندسة الطيران والكهرباء. الصباح كان حلمه يشوف بلاده العربية مزدهرة بالكهرباء من الطاقة الشمسية. كتب للملك فيصل الأول ملك العراق يقترح مصانع تولد كهرباء من الشمس، لكن الملك مات قبل ما ينفذ المشروع. بعدين جهزوا يقدموا للملك عبد العزيز بن سعود عشان يجربوا في صحراء الربع الخالي. لكن فجأة وفي 31 مارس 1935 وهو راجع بيته في نيويورك حصلت له حادثة عربية غامضة. لقوه قاعد جوه العربية من غير أي جروح، والأطباء معرفوش يحددوا سبب الوفاة. كان عنده وقتها 39 سنة بس، والناس لحد النهاردة بيقولوا إنه وراه عملية اغتيال متعمدة عشان اختراعاته